السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه متابعيني الغاليين؟ كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما بخير وفي احسن حال. يا رب كده يجيلنا رمضان واحنا في احسن حال، ويعيد علينا الايام بخير جميعا، جميع المسلمين في جميع البلاد العربية والاجنبية. اللهم امين يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي يا سيدنا محمد. نبدأ كده نقول هنعمل الفول الجميل اللي زي الزبدة ده. ازاي شايفين قوامه حلو ازاي؟ بوريكم قوامه مش صايص خالص، لا عاملينه في البيت جميل جدا، وبدون اي اضافة دقيق ولا نشا ولا اي حاجة من الحاجات دي، ولا رز ولا دقيق رز ولا اي حاجة. هنعمله بابسط الطرق والمكونات. انا عندي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. معايا نص كيلو من الفول الناشف، اللي هو الفول بتاع التدميس. هنقيه كويس، لو في اي حاجة بشيلها. مش هيفرق نوع الفول يا جماعة، سواء بلدي او الفول ده بلدي، بس هو مش هيفرق نوعه، بلدي او مستورد مش هتفرق نوعه. اللي تحبيه او تفضليه اشتغلي بيه، الاتنين بيكونوا بنفس الطريقة بالظبط. معانا نص كيلو الفول نقناه، وبعدين هنبدأ ننقعه في مية سخنة. بننقعه بقى فترة كبيرة يا جماعة، يعني كل ما تنقعيه اكتر يكون افضل. انا هنقعه مثلا يوم كامل. تمام، انا بحطه كده اهو، بنقيه واركنه، وبعدين بشوف شغل بيتي وبشوف حياتي، وبعد كده تاني يوم اصبح الصبح اسويه، او كمان في ميعاد ما نقعته بسويه، بيكون افضل يعني. تاني يوم بقى في نفس الميعاد، شايفين زاد والحباية كبرت ازاي؟ ما شاء الله. هنصفيها من المية اللي هي منقوعة فيها دي، لان المية اللي بتبقى منقوع فيها اي مادة من البقوليات بتكون مادة فيها غازات، ولازم تتغير على طول. طبعا المكونات الاضافات اللي انا هضيفها على الفول هي دي: معلقتين من العدس الاصفر مغسولين كويس، ومعلقتين جزر، وطماطمية كبيرة، وكام فص من الثوم. اجيب بقى الفول بتاعي كده، اصفيه كويس من المية اللي انا نقعاه فيها. عايزه اقول لكم اي نوع من البقوليات، سواء فاصوليا سواء لوبيا فول اي حاجه، صفي الميه كويس قوي. وكمان انا يعني بشطفه كمان، يعني ده كانت ميه مشطوفه الصبح، منه مشطوف من الميه المنقوع فيها. هضيفه بقى كده، وعايزه اقول لكم وانتوا نقعينه لو نقص بتزودوه تاني يوم برضو، او كل ما بينقص بتزودوه برضو بميه لحد ما ياخد كفايته من النقع. بنضيف المكونات بقى كلها كده على الفول، و طبعا ده العدس ده مغسول كويس جدا برضو، كل حاجة مغسولة وزي الفل. وبنقلبهم بقى في بعض كده، ونبدأ نزيد المية المغلية عليها. لازم الفول يتزود بالمية المغلية يا جماعة، اوعوا تزيدوا الفول بمية ساقعة. طبعا الفول كل ما هينقص وهو كمان بيستوي برضو هنزوده، بس مية تكون مغلية، تكوني مجهزة دايما الكتل بالمية بتاعته المغلية. كل ما تحسي ان هو نقص بتزوديه، ده هو اساسا مش هيقعد وقت على البوتاجاز، لان احنا هنضيف المكون اللي هيخليه هيسرع عملية السوى وهيدوب القشرة بتاعته. وهتشوفوا دلوقتي هو هيقعد ساعة بالظبط على البوتاجاز وهيكون استوى. طبعا انا بوريكم اول ما بحطه كده، بحطه على نار عالية لمدة 10 دقايق. اول ما بيبدأ يغلي في بعضه كده، ببدأ بقى انقله على عين اقل، واهدي عليه النار خالص. وده المكون بقى يا جماعة السحري اللي انا بضيفه على الفول. اهم حاجة اول ما احس ان الفول هيفور، بقوم راجعة كده نقلاه واقلب بقى المكون ده فين؟ في الفول. ايه بقى هو المكون؟ اللي هو نص معلقة من البيكنج باودر. نص معلقة من البيكنج باودر ده بيخلي القشرة بتاعته تدوب كده، وما تبقاش باينة في الأكل، وطعمها مش ظريف.
فاحنا هنضيفه بعد كده، نهدي بقى النار خالص ونسيبه يكمل تسويته. بنضيف المعلقة دي بعد نص ساعة من التسوية في الفول. بعد بقى ما بيكمل مثلا ساعة كده بنبدأ نشوفه، بنلاقيه استوى وبقى زي الفل ولونه فاتح جدا ما شاء الله. شايفين؟ والقشرة بتاعته بقى دايبة خالص كده، يعني ما بتستحملش. كمان انت تقدري تسيبيه. انا كنت مستعجلة عليه كمان. بعد ساعة نزلته عشان كنا هنتسحر بتاع ليلة نص شعبان. فانا كنت مستعجله اني بسويه قبل السحور. لكن انت كمان لو شوفوا القشره بتدوب ازاي يا جماعه، القشره بتدوب خالص بالمعلقه. كمان انت تقدري تسيبيه كمان ربع ساعه بس، هيكون بقى زي العجميه زي الزبده. ده شكل الفول اهو لما استوى، لونه جميل قوي. هنبدأ بقى نهرسه كده بالمعلقة او بالهراسة او بالشوكة، اي حاجة متاحة عندك. بتلاقيه مستوي جدا وحلو قوي بعد ساعة. وبراحتك عايزة تزودي عن الساعة، كل ما هتزودي بيكون لذيذ قوي وجميل، بس هو بعد الساعة بيكون استوى. عملناه بقى كده، هرسناه كويس قوي، واضفنا عليه بقى الاضافات الحلوة اللي بتديله طعم لذيذ. طبعا بنحط له طحينة، وبنحط له زيت نوعه كده حلو، عباد او زيت حلو، يعني زيت ذرة. اي زيت يكون كويس بنحط له لطبق الفول. بنضيف بقى الخل، وبنضيف الزيت والخل والطحينة، وبنضيف ليمون، وبنضيف التوابل بتاعتنا بقى اللي احنا بنحبها، ملح، شطة، كمون، يعني التوابل اللي بتفضل على الفول. وبنقلبه كده في بعضه، بيطلع احلى طبق فول. اهم حاجة البيكنج باودر يا جماعة، ما تحطوش منه اكتر من نص معلقة كفاية، علشان يبقى حلو على مناسب لمقدار النص كيلو. كده بقى انا ابدأ اعصر الليمون كمان. وضبنا طبق فول محترم جدا حلو قوي. ما بتخلاش منه سفرة السحور في رمضان، خصوصا للمصريين. طبعا يعني هو ما بيبقاش لوحده، بيبقى معاه الزبادي، وبيبقى معاه البيض، وبيبقى معاه حاجات كتير والجبنة وحاجات كتير، بس برضو لازم يكون طبق الفول موجود. وزي ما انتوا شايفين كده عملناه بأحسن شكل وبأسهل طريقة، وبقى لذ طعم جميل جدا. والله طعمه حلو قوي وأحلى بكتير من اللي بنجيبه من الشارع ما شاء الله. عملنا الفول بتاعنا في أقل وقت وبأسهل طريقة، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يفتح النفس. كده بقى انا خلصت الفيديو بتاعي. لو لسه معايا لحد دلوقتي اوعوا تنسوني حبايب قلبي في اللايك والتعليق الحلو المحفز. واستودعكم الله يا احلى متابعين، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله.